تخيل تصحى من النوم في يوم العالم بتاعك كله يتحول للعبة، قتالات وقتالات وقتالات، وانت اصلا شاب مسكين مالكش في اي حاجة من الحاجات دي. فيا ترى هتتصرف في ده ازاي يا صديقي؟ كل ده واكتر هنعرفه في فيديو النهارده. وهيا بنا نبدأ سرد الحكاية. ده هو أكيرا، طالب ثانوية عادي ولكنه كان مهووس بالألعاب لدرجة إنه كان بيقضي كل لحظة في يومه في اللعب حتى وقت الحصص، وبالرغم من كده إلا إنه كان عبقري ودايما كان الأول على الفصل، لكن أغلب زمايله كانوا شايفينه طالب غريب الأطوار. وهل فاكر إن هو كان متضايق من ده صديقي؟ لا والله، ده حتى كان متفق معاهم في الرأي. فعلى الرغم من إن الامتحانات كانت تعتبر ساحة حرب بالنسبة للكل، إلا إنه ما كانش شايفها إنها مشكلة أبدا وما كانش بيتعامل معاها بجدية. كان بيعتبر هزيمة الألعاب وتجاوز المشاكل في اللعبة هي الحاجة الوحيدة اللي ممكن يتعامل معاها بجدية، وعشان كده كان شايف إن الواقع بتاعه ممل نوعا ما. بس الواقع الممل ده بيتغير في يوم من الأيام وهو رايح للمدرسة، وفجأة بيلاقي وحش ضخم خارج من عربية ورايح يهجم عليه. الوحش بيسيب كل الناس اللي واقفة وبيستهدف أكيرا لوحده، فبيهرب أكيرا منه بخوف في البداية وبيكون متوتر ومش عارف يتصرف إزاي في المصيبة اللي هو فيها دي، ولكن فجأة بيهدى وبيقرر يتعامل مع الوضع وكأنه في لعبة بالظبط. فبيروح لمبنى كبير مهجور علشان يتعامل مع الوحش براحته، وبيبدا يستدرج الوحش للسطح لحد ما بيخليه يقع في الفخ اللي هو عامله وبيرمي خزان الميه فوقه. وبالرغم من ان الوحش ده بيتصاب اصابات شديده ولكنه بيقوم فجاه بينط ناحيه اكيرا وبيكون على وشك انه يوصل له ويهجم عليه، ولكن اكيرا بيمسك عصايه حديد في اخر لحظه وبيضربها ناحيه الوحش فبيخترق جسمه وبيموت. وبالشكل ده بيكون اكيرا فاز عليه، ولكن في نفس اللحظه بتظهر بنت لابسه لبس غريب وبتقول ان هي ما كانتش متوقعه انها تتخلص من حيوانها الاليف بالسرعه دي. بيجن جنون اكيرا وبيتصدم ومش بيفهم هي ازاي وامتى ظهرت وراه، ولكن قبل ما يلحق يعمل اي حاجه فجاه ايدها بتتحول لمدفع وبتهجم على اكيرا بيه، بتدمر دراعه وبتخترق جسمه، وللاسف بيقع اكيرا على الارض وهو بيحتضر. بس انتوا فاكرين ان بطلنا هيموت بالسهوله دي؟ ده كان الانمي خلص من اوله. بيصحى اكيرا مره تانية وبيلاقي نفسه سليم من غير اي جروح، ولكنه متقيد وموجود في مكان غريب في ناس كتير متقيده زيه. بتظهر البنت اللي هجمت عليه قبل كده وبترحب بيهم وبتقول لهم ان هي اسمها ميون وهتكون المرشده بتاعتهم. بتعرفهم ان تم اختيارهم علشان يكونوا مجموعه اختبار لمشروعهم، وبتزيدهم من الشعر بيت وبتقول لهم ان هم اتشالوا من السجل المدني، وده معناه ان هم موتى في عين المجتمع، وعشان كده ما عندهمش اي حقوق او حريه ولازم يتبعوا قوانينهم وبس. بتكون لسه هتكمل ولكن في واحد منهم بيعترض وبيقول لها ان هي هتخرف، ولسه ما كملش الكلمه بتحاول ميون ايدها المدفع وبتهجم عليه وبتقتله. بعدها بتقول لهم ان دي قدراتها وكل واحد فيهم عنده قدره مماثله خاصه بيه، وده معناه ان هم مجرد فئران تجارب هنا. بتعرفهم كمان قوانين البرنامج وبتقول لهم ان الكلبشات اللي حوالين ايديهم دي بتمنعهم من استخدام قدراتهم، ومجرد ما تتشال ممكن يستخدموها براحتهم عادي، وكمان ما حدش هيتعاقب لو اذى او قتل اي حد من اللي موجودين هنا. بعدها بتبدا تتكلم معاهم وتعرفهم ان هي تعرف كل حاجه عنهم، وبتسالهم اذا كانوا عايزين يسالوا عن اي حاجه. فبيسالها واحد منهم اسمه شين عن هم مين وليه بيعملوا كل ده، ولكنها بتقول ان هي مش هتقدر تجاوب على الاسئله دي. فبتسالها بنت تانية اسمها يوري عن معايير اختيارهم وليه اختاروهم هم بالذات، فبتقول لها ان هم اختاروهم بالصدفه مش اكتر. بتخرج بنت اسمها يانج وبتقول لهم ان البرنامج الاول هيكون قتال واحد ضد واحد، ولكن قبل ما يبداوا هو تاخدهم لوضعهم الاول علشان يتعرفوا على قدراتهم ويتدربوا عليها. فبيروح اكيرا الاوضه بيكون محتار وعايز يفهم اللي بيحصل، ولكن بيقرر يشوف قدراته الاول لانها هي اللي هتحدد مصيره بعد كده. بالفعل بيفتح الظرف اللي مكتوب فيه معلومات عن قدراته، فبيتصدم اول لما بيعرفها. بيكون محتار ومش عارف ازاي ممكن يستخدمها في الدفاع عن نفسه، ولكنه بيفتكر بعدها ان مفيش اي عقاب لو اذى وقتل اي حد، فبيحس ان هو في لعبه. مبروك يا شباب، البطل بتاعنا شكله طلع مختل. بيكون متحمس وعايز يشوف اللي هيحصل، وبعد شويه بيروح للقتال بتاعه اللي بيكون في مدرسه، وبيقابل الخصم بتاعه اللي كان ولد في ثانويه برضه واسمه كوروساكي. وقبل بدايه القتال بيحاول كوروساكي ينصح اكيرا بالانسحاب لان قدراته خطيره، ولكن اكيرا بيقرر يجرب حظه. ومن هنا بيبدا القتال، وفجاه بيحاول كوروساكي العصايه الخشب اللي كان ماسكها في ايده لسيف وبينطلق للهجوم على اكيرا. بيتفادى اكيرا هجماته وبيحاول يشتته لحد ما يهرب منه ويروح للفصل الثاني. فبيروح كوروساكي وراه وبيبدا اكيرا يشتته اكتر ويهجم عليه بشويه خدع، لكن كوروساكي بيتخلص منهم كلهم وبيحاصره وبيقول له ان الخدع بتاعته خلصت خلاص. لكن اكيرا بيقول له ان هو لسه ما استخدمش قدراته اصلا، وده لانه قدراته خطيره وشافها قبل كده بالفعل. بيبدا يقلد حركات ميون لحد ما كوروساكي بيقتنع ان عنده نفس القدره، وبعدها ايده بتتحول لمدفع بالفعل وبيهجم عليه وبيصيبه. فبيطير السيف من ايد كوروساكي وبيتحول لعصايه مره ثانيه، فبيستغل اكيرا الفرصه وبيهدده ينسحب والا هيقتله. فبيحس كوروساكي بالخوف وبيعترف بهزيمته فعلا، وبتعلن ميون فوز اكيرا وقتها. بتتكلم يانج معاها وبتكون مستغربه لاكيرا ما استخدمش قدراته من البدايه طالما عنده قدره المدفع. فبتقول لها ميون ان اكيرا اقنعهم ان قدرته هي المدفع، ولكن في الحقيقه هو خدعهم.
فالقدرة الحقيقية بتاعته هي القدرة اللي خصمه بيقتنع ان هي عنده، وعشان كده اكيرا كان محتاج يخلي خصمه يسأله عن قدراته في البداية. يا ابن الصايعة يا اكيرا، وكمان كان لازم يخليه يتخيل القدرة اللي عايزه يستخدمها، وعشان كده فضل يستدرجه، وبعدها قلت حركات مينو، وبالشكل ده قدر يقتنع كيروساكي انه عنده قوة المدفع بالفعل. في الوقت ده بنروح عند يوري اللي كانت قاعدة في اوضتها وبتفكر في حياتها القديمة وسبب وجودها هنا. بنكتشف وقتها ان هي بتكره الصدف، لان كل حاجة حصلت لها بالصدفة عملت لها مشاكل كتير في حياتها. ففي يوم من الايام شافت ولد متصاب وقاعد على الارض في الشارع والكل بيتجاهله، فحست بالشفقة عليه وراحت علشان تساعده. ويا ريتها ما راحت، لانها عرفت ان الواد ده منحرف وكان بيروح وراه في كل مكان، ومن ساعتها ما بقتش تثق في اي حد. ولكن من الواضح ان المشاكل مش عايزه تسيبها في حالها. ففي يوم من الايام وهي ماشيه في الشارع فجاه بتشوف الولد اللي بيلحقها ده بيحاول ينتحر من فوق مبنى عالي، فبتروح علشان تنقذه بسرعه وبتحاول تقنعه يرجع معاها، ولكن للاسف الواد بيمسك ايدها وبيشدها وبيخليها تقع من فوق المبنى هي كمان. ولكن يوري ما حستش بالياس وكانت فاكره ان ده مجرد حلم، ولما تصحى هتلاقي نفسها في اوضتها على سريرها، ولكن في النهايه لقيت نفسها في البرنامج الغريب ده. بتتعصب يوري لما بتفتكر كل ده وبتكون عايزه تخرج من المكان ده وترجع بيتها بسرعه، فبتحاول تدمر باب الاوضه علشان تهرب ولكن مش بتقدر. بتفتكر ان عندها قدرات خارقه، بتروح تشوف الظرف وبتكتشف ان قدراتها بتزود قوتها الجسديه 5 أضعاف. فبتقوم تجربها وبتحاول تدمر الباب مرة تانية ولكن مش بتقدر برضه. فبتحس باليأس وبتقول ان ده بيحصل معاها دايما ومفيش حاجة مشيت زي ما هي عايزة ابدا. حتى لما قربت تكمل ال1,000,000 ين وكانت على وشك ان هي تعيش لوحدها زي ما كانت بتتمنى دايما، كل حاجة باظت بسبب البرنامج اللعين ده. اثناء ما كانت يوري بتفتكر حياتها وذكرياتها القديمة بتسمع صوت جرس التنبيه وبتكتشف ان المباراة بتاعتها على وشك ان هي تبدأ. فبتروح لمكان القتال وبتقابل الخصم بتاعها واللي كان راجل كبير عنده قدرات بتخليه يعرف حالة الخصم بتاعه عن طريق حاسة الشم، لكنها بتكتشف ان هو عجوز منحرف وكان بيستغل البنات الصغيرة وكان بيحاول يستغلها هي كمان. فبتولع يوري من الغيظ وبتقرر تتخلص منه علشان تنتقم لكل البنات اللي اذاهم، ولكن الراجل ده بيتجنن تماما وبيبدا يتصرف تصرفات غريبه علشان يحسسها بالارتباك، وبيخليها ما تعرفش تستخدم قدراتها، وبعدها بيروح يمسكها ويمنعها من الحركه. بيكون مستمتع بخوفها وبيقول لها ان هي بتفكره بالبنت اللي حاولت تستغله وهددته تفضحه في مكان شغله علشان تاخد فلوسه، ولكن قتلها في النهايه من غير ما يحس بذره ندم. ومن ساعتها وقرر يتدرب ويزود قوته علشان يستغل البنات من غير ما حد منهم يهدده، وكان خايف لما يجي البرنامج ده ما يكونش عنده الفرصه انه يبقى خنزير بالشكل ده. ولكن يا ما حسن الصدف ان معركته الاولى في البرنامج تكون ضد بنت مراهقه. فبتتصدم يوري لما بتسمع كلمه صدفه مره تانية وبتفتكر كل حاجه وحشه حصلت في حياتها بسبب الصدف اللي بتحصل لها. بتفقد اعصابها وبتقول له بلاش يتكلم معاها عن الصدف، وبعدها بتستخدم قدراتها علشان تزود قوتها الجسديه وبتضرب ايده اللي ماسكها بيها وبتبعده عنها. ومن هنا بيبدا القتال اللي بجد. بعدها بتلف وراه بسرعه وبتضربه فجاه بكل قوتها وبتقول ان هي زهقت من كل الصدف والحسال اللي زيه وناويه تتخلص منهم بنفسها. وبسبب ضربتها بيفقد الراجل الوعي وبتفوز يوري في المعركه، وبتقرر ان هي تفوز في كل المعارك اللي بعد كده علشان ترجع لبيتها مره تانية. في نفس الوقت ده كان اكيرا قاعد في اوضته وكان عمال يفكر في ازاي يستخدم قدراته علشان يتخلص من كل اللي في البرنامج، وبسبب ان مفيش اي حد من المشرفين بين رد فعله على افكاره دي فده معناه ان هم مش بيقدروا يقروا افكاره، لكنه ما كانش متاكد برضه لانه كان شاكك ان هم بيقدروا ولكن سايبينه في حاله، وعشان كده بيقرر يثبت لهم قدراته بما انهم ناويين يقيموه. بيبدا يفكر في قدراته وميزاتها ولكنه بيكون مستغرب لانه مهما استخدمها مش بيتعب وما بيكونش عارف ايه مصدر الطاقه دي. فجاه هو بيفكر في ده بتظهر ميون في اوضته من غير اي مقدمات وبتقول ان مصدر الطاقه هو حياه الناس، وعشان كده كل مره بيستخدموا فيها قدراتهم في شخص بيموت، لكنها بعدها بتقول انها بتهزر وفجاه بتختفي. بيروح واحد من الحراس علشان ياخد اكيرا للبرنامج التاني، فبياخده وبيوصله الاوضه فيها 4 لاعبين تانيين من ضمنهم يوري وكوروساكي. بتقول لهم ميون ان البرنامج اللي بعد كده هيبدا بعد ساعتين وهيكون عباره عن معركه جماعيه 5 ضد 5. فبتتصدم كل الفرق وخصوصا اكيرا لانه ما كانش متوقع ان البرنامج التاني هيبدا بالسرعه دي، ولكنه كان متوقع ان في معركه جماعيه هتحصل خصوصا لو كانوا عايزينهم يقتلوا بعض. ولكن المشكله ان اعضاء الفرقه هيضطروا يكشفوا قدراتهم علشان ينسقوا مع بعض، وبيكون اكيرا محتار اذا كان يكشف قدراته ليهم ولا لا. فبيروح يقعد معاهم علشان يتعرفوا على بعض، وفي البدايه بيتكلم واحد اسمه ساو وبيعرفهم على قدراته وبيقول لهم ان هي بتخليه يحول الزراير لحبال. فبيتصدم كل الفريق زي ما احنا مصدومين دلوقتي لان دي مش تعتبر قدره خاصه وبيكونوا مش فاهمين ايه لازمتها وعشان كده بيتجاهلوه. بتعرفهم يوري على نفسها بعد كده وبتعرفهم قدراتها من غير اي تردد، وبعدها كوروساكي اللي كان خصم اكيرا في اول معركه لو ناسيين. بعدها شين اللي قدراته بتخليه مناع ضد اي حاجه لمده ثانيتين، واخيرا بيجي دور اكيرا في التعريف عن قدراته ولكن بيقرر ما يقولش لاي حد على قدرته الحقيقيه، وبيكتفي بانه يقول لهم ان قدراته بتحول ايده المدفع. وعلى الرغم من ان بالشكل ده هيكون مضطر يقلل حدود قوته ومش هيقدر يكتشف امكانياتها الا انه كان شايف ان ده افضل حل، لان لو حد اكتشف قدراته الحقيقيه ممكن يوقفها بسهوله، وده معناه انه ممكن يموت، وعشان كده لازم يختار الشخص اللي هيعرفه قدراته بعنايه. بعد ما بيخلصوا تعريف عن نفسهم بيقترح سوا ان هم يوروا قدراتهم لبعض، فبيتفاجئ اكيرا وبيحاول يغير الموضوع بسرعه.
فبيتكلم مع كوروساكي وبيسأله عن إصابته اللي حصلت وقت المعركة، فبيقول له كوروساكي إن هم عالجوها بعد القتال مباشرة ولكن عن طريق المسكنات والضمادات بس. بيبدأ بقى الفريق يتناقش في موضوع العلاج ده وبينجح أكيرا في تغيير الموضوع بنجاح، وبكده ما بيكونش مضطر يوريهم قدراته. فهو كان قلقان إن هي تكون بتشتغل ضد أعدائه بس، وده معناه إن هو مش هيقدر يشغلها ضدهم لأنهم فريق، وعشان كده بيقرر يخليه في أمان لحد ما يتأكد من الموضوع ده في المعركة الجماعية. وبيبدأ دلوقتي يركز على عمل خطة للفريق، فبيتكلم مع يورو بيقول لها إنه حاسس إن هي هتكون مفتاح نجاحهم، وبيطلب منها توريهم الارتفاع اللي ممكن توصل له لو نطت. فبتنط يوري لحد ما بتلمس السقف، فبيتفاجئ أكيرا من قوتها وبيطمن على فريقه بالشكل ده. بعدها بيتحركوا لمكان المعركة، وفي الطريق بيتكلم سوا معاهم وبينصحهم يكونوا مستعدين لقتل أي حد بعد كده من أعدائهم لأنهم هيموتوا لو تهاونوا في الموضوع، وخصوصا ان مفيش اي عقاب على القتل. وبعدها بيروحوا للاوضه اللي فيها القتال وبيشوفوا حلبة هناك وبيقابلوا اعضاء الفريق التاني، ولكن بيلاحظوا ان في 4 منهم بس والشخص الخامس بيكون مستخبي. بتتكلم ميون بعد كده وبتقول لهم ان هم هينتهوا على شخص من كل فريق وهيدخلوا معركه مع بعض 1 ضد 1، وفي النهايه نتيجه المعارك دي هي اللي هتحدد الفايز. وبتعرفهم ان المعارك دي ممكن تنتهي لو حد مات او خرج من الحلبة او فقد الوعي او اعترف بالهزيمه. فبيتصدم اكيرا لان ده معناه ان ما كانش في داعي ان هم يشاركوا قدراتهم مع بعض، وبالشكل ده كشفوا معلومات مهمه لاشخاص ممكن يكونوا اعدائهم في المستقبل. وبيحس اكيرا ان الشخص اللي حضر البرنامج التاني ده شخص مش سهل. بعد ما بيعرفوا التعليمات بتبدا اول معركه ما بين ساو وبنت من الفريق التاني اسمها رين. في بداية المعركة بتطلب رين من ساو ان هو ينسحب لانها مش هتقدر تقتل اي حد تاني، بس في نفس الوقت خايفة من اللي يحصل لو خسرت. فبيحس ساو ان هي بتخدعه في البداية، ولكن بعدها بيقول لها انه شايف ان العرض مش وحش، وخصوصا انه مش عايز يأذي اي بنت، بس في نفس الوقت مش هيقدر ينسحب ببساطة، وعشان كده بيعرض عليها قراره مين اللي هينسحب عن طريق رمي العملة واللي هي الملك والكتابة يعني. وبالفعل بتوافق رين على عرضه وبتختار الكتابة، فبيرمي ساو العملة المعدنية، ولكن فجأة قبل ما يمسكها بتهجم رين عليه بالنصر وبتختار الجسم ومن غير ما اي حد يلاحظ، وللاسف بيموت ساو في النهاية. فبيتصدم فريق اكيرا من اللي حصل، ومن صدمتهم بيبداوا يتخانقوا بيكونوا على وشك القتال، ولكن اكيرا بيحل الموضوع بسرعة، بيخليهم يرجعوا يركزوا على المعركة الرئيسية. وبتبدأ تاني معركة ما بين شين وبنت اسمها رينجو. وعلى الرغم من ان شين كان ضخم على عكس رينجو اللي كانت مجرد بنت صغيرة، ولكن الغريب ان رينجو ما كانتش متوترة، وعشان كده بيحس شين ان هي عندها قدرات قوية وبيقرر يهجم عليها فورا علشان يخرجها من الحلبة ويخلص القتال بسرعة. ولكن فجأة قبل ما يكمل الهجوم بتاعها ان البنت انسحبها وبيفوز شين بكل سهولة. بترجع رينجو لفريقها وبتعتذر لهم لانها حاولت تنسخ قدرة شين علشان تفوز ولكن ما عرفتش، ومن الواضح ان قوته لها شروط لتفعيلها وعشان كده قررت تنسحب. فبتتعصب رين وبتروح تضربها وبتتخانق معاها لانها انسحبت بسهولة من غير ما تخليها يعرض قدرته حتى، وبتقول لها ان هي ممكن تكون السبب في موت الفريق كله. فبتتدخل بنت من الفريق اسمها زوكو وبتروح توقفها وبتقول لها ان هم هيفوزوا في القتال اللي بعد كده اكيد. بالفعل بتقتنع رين بصعوبة وبتبعد عن رينجو، وبنعرف بعد كده ان قدرات رينجو بتخليها تنسخ قدرات الناس التانية، ولكن عيبها ان هي بتنسخها بعشر قوتها بس، ولكن لما قدراتها بتشتغل بتقدر تشوف قدرة الشخص اللي هتنسخ قدراته. وعلى الرغم من انها حاولت تستخدمها ضد شين علشان تنسخ قدراته، ولكنها اكتشفت ان هي مش هتقدر تنسخها لاكتر من ربع ثانية، وبالشكل ده مستحيل تفوز، وده هو السبب اللي خلاها تنسحب من القتال في اوله. بيجي وقت المعركه الثالثه اللي بتكون ما بين كوروساكي وزوكو، وفي بدايه المعركه بتخرج زوكو نبله وبتضرب بها بليه صغيره ناحيه كوروساكي، ولحسن الحظ ان كوروساكي بيضرب البليه دي بعيد عنه بسرعه، وفجاه اول لما بيضربها بتتحول البليه دي لكره حديديه ضخمه. فبيتصدموا كلهم من اللي حصل ومن ردة فعل كوروساكي السريعه، وبيقرر كوروساكي انه يتعامل مع زوكو بجديه بعد اللي حصل ده، فبيحول العصايه الخشبيه لسيف وبينطلق للهجوم عليها، لكن زوكو بترمي عليه بليه مره ثانيه فبيضربها كوروساكي وبيبعدها بعيد عنه بسرعه، فبترمي زوكو المره دي 3 بليات، ولكن على مين يا ماما؟ كوروساكي بيتفاداهم كلهم. فبتضرب زوكو واحده تانية بسرعه علشان تصيبه وهو مشغول بالثلاثه اللي قبلهم، وبالفعل بتتحول البليه لكره كبيره قبل ما يضربها لبعيد، ولكن دي ما بتكونش مشكله بالنسبه له لانه بيدمرها بالسيف اول لما بتقرب منه. قد ايه انت عظيم يا كوروساكي. ساعتها بيكتشف اكيرا قدره كوروساكي الحقيقيه، وانه مش مجرد تحويل العصا لسيف عادي، ولكنه بيحوله لسيف ممكن يقطع اي حاجه. بتكون زوكو متوتره لما بتكتشف ده هي كمان، وما بتكونش عارفه ازاي ممكن تفوز في النصيبه اللي هي فيها دي. بيلعب كوروساكي على اعصابها وبيحاول يقنعها تنسحب لانها مش هتقدر تفوز عليه، ولكن زوكو مش بتقرر تنسحب لانها بتكون خايفه من رده فعل رين وبتقرر تكمل قتال. بتبدا ترمي الكرات عليه في كل مكان، ولكن كوروساكي بيهرب منهم كلهم لحد ما في النهايه بيكتشف ان هي بتحاول تحصره وتحبسه في مكان واحد. بعدها بتضرب ناحيته الكره اخيره بحيث انه ما يقدرش يهرب منها، ولكن كوروساكي بيقول لها ان خطتها مش هتنجح وبيدمر الكره دي بالسيف بكل سهوله. بس بعدها بيكتشف انه وقع في خدعتها، فهي كانت بتحاول تشتته علشان تقرب منه وترمي الكره ما يقدرش يتفاداها ويقطعها، ولكنه فجاه بيخرج سكينه مخفيه وبيرميها ناحيه النبله بتاعتها وبيقطعها قبل ما ترمي الكره ناحيته. بنكتشف ان السكينه دي ما كانتش معاه من البدايه، ولكنه قطع العصايه بتاعته لما كانت بتحاول تشتته وحولها لقطعتين، قطعه لسيف وقطعه لسكينه.
فبتقع زوكو على الارض بصدمه وبيقرب كوروساكي منها بكل ثقه وبيهددها علشان تنسحب، لكنه بيتصدم لما بتشكره بتقوله ان غروره وهو اللي هيخليها تفوز. بعدها بيلاقي البليه اللي طارت من النبله بتتحرك ناحيته بتتحول فجاه لكره ضخمه ما بين رجليه وبتصيبه في منطقه حساسه. بيفقد كوروساكي الوعي من الوجع وبتفوز زوكو في اخر لحظه عليه، وبيجي وقت معركه اكيرا وبيكون خصم ولد اسمه كوجي. فبتتكلم يوري مع اكيرا قبل المعركه وبتحذره من الخساره، فبيقول لها اكيرا ان هو فاهم خطوره الوضع، فهم مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل للفريق اللي هيخسر، ومن الافضل ان هم يفترضوا الخيار الاسوأ وده معناه ان هم ما ينفعش يخسروا. بعدها بيروح للحلبة وبنكتشف ان هو كان بيخدعها مش اكتر، ومفيش داعي ان هم يفترضوا اسوأ الاحتمالات ولا حاجه، لان ببساطه لو هدف اصحاب التجربه ان هم يخلوهم يقتلوا بعض فده معناه ان هم مش هيقتلوا اللي بيخسروا بنفسهم، والا ما كانوش هيقدموا العلاج علشان يقدروا يكملوا قتال، وده معناه ان اولوياتهم مش الفوز. بيقرر يركز في المعركه دي علشان يعرف حدود قدراته وهل هتاثر على الخصم بتاعه ولا لا. في بدايه القتال بيتجاهل كوجي اللي هو الخصم بتاعه وبيلف ناحيه كوروساكي وبيقول انه غبي وعرض الفريق بتاعه كله للخطر، وعشان كده مش هيقدر يسيبه عايش، وبيمد ايده ناحيته وكانه هيهجم عليه. كان بيعمل كده علشان يحول ايده المدفع بما ان كوروساكي الوحيد اللي شاف قدراته، وبالفعل خطته بتنجح. فبيضرب الحته اللي جنب كوروساكي وبيقول انه مش هيقتله اكيد، ولكن ده كان مجرد درس ليه. بعدها بيلف للحلبة مره ثانيه فبترجع ايده لطبيعتها، فبيمدها مره ثانيه ناحيتهم وبيحاول يحولها المدفع للهجوم على رين ورينيجو وزوكو، ولكن مش بيقدر، وبتتحول ايده لما بيحاول يهجم على كوجي وبس. فبيقرر يهجم عليه، ولكن فجأة الطلقة اللي بيضربها بتختفي أول لما بتقرب من كوجو. فبيتفاجئ أكيرا وبيحاول يهجم عليه مرتين كمان، ولكن الطلقات بتختفي برضه وبيختفي معاها المدفع بتاعه كمان. بس الغريب إن كوجو بيكون خايف وحاسس إن هيموت بالرغم من ده، ولكن فجأة بيلاقي البنات اللي في فريقه بيشجعوه على الفوز، فبيتصدم لأن مفيش أي بنت شجعته ولا كلمته طول حياته. ما بيفكركش بحاجة ده يا صديقي؟ المهم بيفقد اعصابه اول لما رين بتقول له انه هيعملوا له اي حاجه عايزها كمان لو فاز، وبيبدا يسرح بخياله من كتر فرحته ومش بياخد باله من اكيرا اصلا. فبيهجم اكيرا عليه بالكوتش وبيقدر يصيبه، وبعدها بيروح وراه بيامره يرفع ايده على الارض والا هيقتله. فبيرفع كوجو ايده بخوفه وبيقول له اكيرا بعد كده انه اكتشف ان قدراته بتخليه في قدرات الباقيين بشرط ان ايده تلمس الارض، وعشان كده الطلقات والمدفع اختفوا لما هجم عليه، ولكن الكوتش ما اختفاش لانه مش من ضمن قدراته اصلا. ساعتها كوجو بيتصدم وبيقرر ينسحب من المباراه. بينزل اكيرا من على الحلبة وهو مبسوط لانه قدر يعرف شروط استخدام قدراته، واكتشف ان هي مش بتشتغل غير لو كان في اعتراف باشتباك متبادل ما بينه وما بين الهدف. وعلى الرغم من ان اعضاء الفريق التاني ممكن يشوفوه كعدو ليهم، ولكن مش بيعتبروا نفسهم مشتبكين معاه، وعشان كده قدراته ما اتفعلتش عليهم. وبعد فوز اكيرا بيكون بقى اخر معركه، واللي كانت ما بين يوري والولد اللي كان مستخبي في الفريق التاني واللي اسمه وكاشي بالمناسبه، لكن المفاجاه انه كان نفس الولد اللي كان بيلحق يوري وخلاها تنتحر معاه من المبنى. فبتتصدم يوري اول لما بتشوفه وبتفقد اعصابها وبتكون عايزه تروح تهجم عليه اول لما بتشوفه، ولكن الفريق بيوقفها بسرعه، لكنها بتخليهم يبعدوا وبتروح للحلبة علشان تتخلص منه. فبيحس شين بالقلق وبيقول لأكيرا ان يوري مجرد بنت، وحتى لو قدرتها هتزود قوتها 5 مرات فده مش معناه هيكون تهديد على الواد ده لان قوتها ضعيفه في الاساس. لكن اكيرا بيطمنه وانا مش عارف هو جايب الاطمئنان ده منين، وبيقول له ان هي هتكون بخير. بتبدا المعركه وبيستعد وكاشي للقتال، وبيكون واثق من نفسه لان قدراته بتخلي جسمه صلب زي الحديد. لكن يوري بتنطلق بكل قوتها وبلكمه واحده بتخليه يطير من الحلبة وبيخبط في الحيطه اللي وراها، وبالشكل ده بتفوز بكل سهوله. فبيتصدم شين من قدراتها، ولكن اكيرا بيقول له ان ده شيء متوقع لان قدراتها مش بتضاعف قوه لكمتها بس، ولكن بتضاعف قدراتها الجسديه كمان 5 اضعاف. ولما بتستخدم اللكمه بتستخدم كل عضلات جسمها، والنتيجه لده بتضاعف قوتها اكتر من 5 اضعاف بكتير. وبمجرد ما المعركه بتخلص بتظهر مين وبتقول لهم ان فريق اكيرا هو الفايز، وكده البرنامج الثاني خلص والبرنامج الثالث هيبدا قريب، ولكن الاول لازم يعاقبوا الفريق الخسران. وبتقول لهم تفتكروا هنقتلكم لانه ملكوش لازمه، ولا مش هنتمادى للدرجات دي زي ما في واحد فيكم ذكي اقنع نفسه بده. وبتبص لاكيرا، وهنا اكيرا بيتصدم لانه كان بيفكر في ده من شويه، وفجاه بيلاقي حد بيخفي عينه هو والباقيين وبياخدهم للاوضه اللي فيها العقاب، فبيجي في باله ان هم يخلوهم يتفرجوا على الفريق الثاني وهم بيتعذبوا. ولكن الحقيقه بيكتشفوا ان العقاب ابسط من كده بكتير، في الفريق الخسران هيلبس لبس مهين وهيحضر اكل وهيخدم الفريق الكسبان مش اكتر. بيروح اكيرا ياكل هو وفريقه اثناء ما كان الفريق الخسران بيخدمهم. بيلاحظ ان ايد يوري وجعها بسبب الضربه اللي ضربتها، فبيخرج منديل قماش وبيلف ايديها بيه بدل رباط الضغط يعني، وبيخليها ما تحركش ايديها علشان تخف. بعد ما بيخلصوا اكل بتاخدهم منه وبتخلي كل فريق يتحرك في طريق مختلف، ومجرد ما فريق اكيرا بيمشي بتتكلم مع فريق رين وبتقول لهم ان العقاب اللي فات ده كان مجرد لعب عيال، والعقاب الحقيقي يبدا دلوقتي. اما اكيرا وفريقه بيكملوا طريقهم لحد ما بيوصلوا لمفترق طرق، ووقتها بينفصلوا كل واحد منهم بيمشي في ممر مختلف. لكن قبل ما اكيرا يكمل طريقه بيتكلم مع يوري وبيقول لها ان المنديل اداهولها ده منديل عز عليه، وعشان كده بيطلب منها تحافظ عليه لحد ما ترجعه له مره ثانيه. فبتتكسف يوري لانه مسك ايديها وبتقول له ان هي هتحافظ عليه، وبعدها بتمشي بسرعه وبيمشي اكيرا هو كمان في الممر بتاعه لحد ما بيوصل لاوضه موجود فيها موبايل، فبيتفك القيود بتاعته، وبعدها بيتكلم حد من المايك معاه وبيقول له ان البرنامج الثالث بدا وهو حاليا معاه 100 نقطه ولازم يخليهم 1000. بعدها باب الأوضة بيفتح وبيخرج أكيرا لجزيرة غريبة، وبيكتشف إن قدامه نص ساعة وكل شخص هيقدر يتخلص منه في المجمع هيساوي 10 نقط.
فبيبدا اكيرا يهرب بسرعه ولكنه بيكون قلقان لانه مش فاهم اي حاجه في البرنامج ده وكمان الوقت اللي معاه قليل. فجاه وهو بيهرب بيقابل ولد غريب بيوقفه وبنعرف بعد كده ان الولد ده اسمه سايتو. فبيستعد اكيرا لقتله ولكن سايتو بيوقفه بسرعه وبيقول انه مش جاي قتله ولكنه جاي يجنده. وفي نفس اللحظه هما بيتكلموا بيلاقوا يوري بتجري ناحيتهم وفي 4 اشخاص بيجروا وراها. فبتروح يوري تستخبى ورا اكيرا اول لما بتشوفه وبتقول المجموعه المريبه دي بتلحقها وبعدها بيروح الاشخاص اللي بيلحقوها دول وبيحاولوا يقنعوها هي واكيرا ان هي تنضم للفريق بتاعهم. واسم الفريق ده هو فريق التنين الاحمر وبيهددوا سايتو علشان يسيبهم وبيقولوا ان هو من الفريق بتاع العدو واللي هو فريق التنين الاخضر. لكن سايتو بيخرج عصايه وبيحولها لقوس فورا وبيقرر يقاتلهم. بيطلب من يوري واكيرا ان هم يهربوا وبيقولوا انه مش هيسمح لفريق التنين الاحمر بالقبض عليهم مهما حصل. لكن فجاه بيستخدم واحد من الفريق الاحمر قدرته وبيحول ايده المدفع فبتتصدم يوري وبتقول لاكيرا ان اكيد عنده نفس قدرته. فبيتصدم الفريق الاحمر ومش بيصدقوا ان دي قدره اكيرا فعلا وعشان كده بيقدر اكيرا انه يحول ايده المدفع بالفعل قدامهم وبعدها بيستغل صدمتهم وبيهربوا. فبيهجم الفريق الاحمر عليهم بالمدفع علشان يوقفوهم ولكن هجومهم مش بيأثر لان اكيرا بيهجم عليهم في نفس الوقت وبيتغلب على هجومهم ويمنعهم من ملاحقتهم وبيهرب مع يوري وسايتو بنجاح. بعدها بيقفوا يتكلموا مع سايتو وبيشكروه على مساعدته وبيسألوا عن موضوع الفريق الاحمر والفريق الاخضر ده. فبيقول لهم سايتو ان الناس اللي في البرنامج الثالث متقسمين لفريقين وهم الفريق الاحمر والفريق الاخضر، لكن الفريق الاحمر يعتبر فريق شرير وبيقودوا 2 اذكياء بقدرات مجنونه. فبيطلب اكيرا منه انه ياخدوا الفريق المقر الاخضر بما انهم ناويين يجندوهم. بالفعل بياخدهم سايتو للمقر بتاعهم فبيتصدم اكيرا ويوري لما بيكتشفوا ان مكان شبه القريه وفي طفل لسه مولود هناك. فبيقول لهم سايتو ان ام الولد ده كانت حامل لما وصلت لهنا وعشان كده اخدوها معاهم وبيعرفوهم ان هم مش بيرفضوا اي حد مهما كانت قوته قليله. بعدها بياخدهم لاوضه الاجتماعات وبيروح يتكلم مع القائد بتاعه علشان يقابلهم. اثناء ده بيتكلم اكيرا مع يوري وبيقول لها انه حاسس ان الاشخاص اللي هنا اقوياء وعندهم قدرات ممتازه وخصوصا لانهم بيحاولوا يحموا الضعفاء وعاملين قاعده قويه ليهم. بيروحوا يقابلوا القائد بعد كده فبيعرفهم بنفسه وبيقول لهم انه اسمه شيريزاكي وبعدها بيشكرهم على مساعده سايتو وبيقول لاكيرا انه موافق يضم للفريق بتاعه فهم عندهم نقص في القدرات الممتازه. فبيتصدم اكيرا لان شكوكو كانت غلط تماما وصدمته بتزيد بعد ما بيشوف رد فعلهم لما بيعرفوا قدره يوري وبينبهروا بيها كمان. لكن بعدها بيهدوا وبيشرح لهم القائد الوضع من ساعه ما وصلوا للبرنامج الثالث وبيعرفهم ان هم بداوا يتجمعوا في فريق علشان يسهلوا الوضع على نفسهم ولكن في يوم من الايام ظهر الفريق الاحمر واكتشفوا وقتها ان الفريق الاحمر ده بيخطف الناس لاسباب خارجه عن المهمه. ومن الواضح ان هم مش عايزين يخلصوا البرنامج التعليمي لانهم مش ضامنين ايه اللي هيحصل في البرنامج اللي بعد كده وعشان كده بداوا يستخدموا قدراتهم علشان يخلوا العالم ده مملكه يعيشوا فيها ويستغلوا اصحاب القدرات الضعيفه. اثناء ده بتروح المجموعه اللي كانت بتلحق اكيرا ويوري وبيتكلموا مع واحد من القاده بتوعهم واللي اسمه هاجامي وبيطلبوا منه يسامحهم على فشلهم. لكن هاجامي بيتعصب وبيضرب واحد منهم بالازازه وبيكسرها على وشه فبيتدخل القائد التاني واللي اسمه كورو علشان يهديه وبعدها بيتكلم معاه عن اكيرا. بيقول له انه حاسس ان في سر ورا قدرات الواد ده وعشان كده عايزين نضمه لينا. بنرجع تاني عند اكيرا اللي كان لسه بيتكلم مع شيريزاكي عن الفريق الاحمر. بيعرف منه ان هم بيستغلوا الضعفاء وبيستخدموهم كعبيد وعشان كده عملوا الفريق الاخضر لقتالهم ولحمايه الضعفاء منهم. بيعرفوا كمان ان في فريق ثالث وهو الفريق الازرق ولكنه فريق محايد مش بيتدخل بين سرعات الفريق الاحمر والفريق الاخضر. بعدها بيقول له ان هم هيقتلوا الفريق الاحمر عاجلا ام اجلا وعشان كده بيطلب منهم ينضموا لهم ويساعدوهم. لكن المفاجاه ان اكيرا اول لما بيعرف المعلومات دي بيتحرك ناحيه شيريزاكي وبيمد ايده علشان يحولها المدفع ويهدده بالقتل ولكن الغريب ان ايده مش بتتحول رغم انه حقق كل شروط استخدام القدره. فبيشك اكيرا ان الرئيس مش مقتنع ان عنده قدره المدفع ولكن فجاه ايده بتتحول وبيطلب الرئيس منه انه يضربه ووقتها هيعرف الحاجات اللي كان عايز يعرفها. والمفاجاه ان اكيرا بالفعل بيضربه وسط صدمه كل اللي واقفين. لكن شيريزاكي بيصد هجومه بسهوله وقتها وبيعتذر اكيرا على تصرفاته وبيقول ان هو موافق على عرضه وناوي يقعد معاهم. فبتتصدم يوري ومش بتكون فاهمه ليه عمل كل ده فبيقول لها شيريزاكي ان اكيرا غالبا كان عايز يطمن اذا كان عنده فرصه لهزيمه الفريق الاحمر وهو تحت قيادته ولا لا. بيقول لها ان قدراته بتصد المدفع وعشان كده شجعه انه يهجم عليه. لكن اكيرا بيحس ان شيريزاكي ده مش سهل فهو ما كانش مصدق ان عنده المدفع من الاساس. واثناء كلامهم بتوصل المساعده بتاعته وبتبلغوا ان في ناس كتير جايه تنضم لهم ولكن المشكله ان مفيش اوض كتير متاحه. فبيعرض اكيرا انه يقعد هو ويوري في نفس الاوضه فبتتصدم يوري وبتحس بالكسوف وبتكون فاكره ان اكيرا عمل كده لانه معجب بيها. بتروح تقعد معاه في الاوضه بالفعل فبيقول لها اكيرا انه عايز يبقوا لوحدهم علشان يقول لها حاجه مهمه وبعدها بيدي لها ورقه. بيقول لها انه عايز يقول اللي مكتوب في الورقه دي فبتشوف يوري الورقه وبتلاقي مكتوب فيها ان قدرته الحقيقيه مش المدفع ولكنها التخاطر. فبتتصدم وبتحاول تتكلم معاه علشان تفهم ولكنه بيوقفها بسرعه بيخليها تغمض عينيها وتتخيل ان هما بيتكلموا مع بعض بالتخاطر. بتسمع يوري كلامه في النهايه بتقدر تكلمه وتسمعه عن طريق التخاطر فبيطلب منها ان هي تحاول تكلمه هي كمان وبالفعل بتنجح برضه. فبيمنعها اكيرا من انهم يتكلموا بشكل طبيعي بعد كده وبيطلب منها يتكلموا من خلال عقولهم وبس وده لانه شاكك ان الاوضه دي متراقبه.
وبيقول لها انه حاسس ان القائد بيراقبهم علشان يتاكد ان ممكن يثق فيهم ولا لا، وده غير ان قدراتهم مميزه وعشان كده لازم يراقبوهم. بعدها بيقول لها انه يشرح لها قدراته بعدين، وبيكون مستعد يجاوب على اي سؤال تساله بشرط انها تقول له معلومات اكتر عن نفسها. فبتحكي له عن حياتها في البيت واللي هي عايزه ترجع علشان تلحق البنت اللي اسمها رايا. بعدها بتساله عن رد فعل اهله لو رجع، فبيقول لها ان مفيش غير ابوه اللي عايش وغالبا مش متاثر باختفائه اصلا. بعدها بيقول لها ان هو مش مهتم لان هدفه مش الرجوع، ولكنه عايز يخلص اللعبه دي علشان يواجه ميون مره تانية ويخليها تندم على القدره اللي هي ادتها له. بعدها بيشكرها وبيقول لها انه حاليا واثق فيها، وبيعترف وبيقول لها ان قدرته الحقيقيه مش المدفع ولا التخاطر برضه، ولكن قدرته بتعتمد على الشخص التاني. فبتتصدم يوري ومش بتفهم قصده، ولكن فجاه كلامهم بيتقطع وبتوصل لهم رساله من ميون على موبايلاتهم بتعرفهم فيها هم وباقي المشاركين في البرنامج ان في مهمه هتبدا تاني يوم الساعه 9 الصبح. فبيروح اكيرا ويوري يحضروا اجتماع شيريزاكي، فبيطلب من كل الاشخاص اللي في الفريق ان هم يشاركوا طالما هيقدروا علشان ينجحوا في المهمه دي. بيكون هدفهم يجمعوا اكبر عدد من النقاط، وكمان بيتكلم مع اكيرا ويوري وبيطلب منهم يعملوا واحده خاصه بيهم هما الاثنين، وده لانهم هيقدروا يستغلوا قدراتهم كويس طول ما عدد الفريق قليل. بعدها بيخرجوا كلهم للمهمه، وفي الطريق بتتكلم يوري مع اكيرا بالتخاطر وبتساله عن موضوع قدراته اللي اتكلم عنها امبارح، فبيفكرها بالاتفاق بتاعهم امبارح، وفعلا بتقرر يوري تسكت حاليا لحد ما المهمه دي تخلص. بيكملوا الطريق لحد ما بيوصلوا للمكان اللي هيقابلوا فيه ميون، واول لما بيوصلوا بتخرج ميون وبيكون معاها مجموعه من الوحوش اللي بتسميهم باسم الغيلان. بتقول لهم ان المهمه دي مش هتخلص يا اما بموت كل الغيلان او موت كل البشر، وكمان بتقول لهم ان قتل كل غول هيكون ب30 نقطه، وبتاكد عليهم ان ممنوع يهجموا على المشاركين في المهمه. بتبدا المهمه بعد كده وبيتحرك الغيلان للهجوم على البشر، ولكن بيبداوا كلهم يتعاونوا مع بعض ويقضوا عليهم. بيظهر غول تاني بعدها وبيحاول يقتلهم، ولكن اكيرا بيتخلص منه وبيقول لهم ان الغيلان ضخمه ولكن حركاتهم بسيطه، وده معناه ان هم ممكن يتخلصوا منهم باستخدام الاسلحه والذكاء. فبيتحمس الكل في الوقت ده وبينطلقوا لقتال باقي الغيلان، وبيتكلم اكيرا مع يوري علشان يطمنها. بنعرف ان اكيرا طلب منها تستمر في التفكير في ان قدراته هي التخاطر علشان يتكلموا مع بعض، ولكن في نفس الوقت يقدر يستخدم المدفع لان سايتو والباقيين فاكرين ان قدراته هي المدفع. اثناء القتال فجاه بيوصل اعداء الفريق الاحمر، فبيحاول اكيرا يخفي قوته هو وباقي الفريق، وبيقرر باقي الفريق بتاعهم ان هم يهربوا من المكان بسرعه. وقتها الغيلان هتركز مع الفريق الاحمر بس وتستهدفهم، وفجاه بتبدا مجموعه تبع الفريق الاحمر في الهجوم على الغيلان، ولكن شيريزاكي بيلاحظ ان هم بيتحركوا غصب عنهم، وبسبب ان هم مش بيتحركوا بارادتهم بتتخلص الغيلان منهم بسهوله. فبيتصدم شيريزاكي وبيضطر يساعدهم وينقذهم هو وفريقه، ولكن فجاه بتستدعي مين غول ضخم جدا بيبدا يتخلص من كل اللي حواليه حتى الغيلان اصحابه، وبتكون بنت الخبيثه قصدها تعمل كده علشان تصعب الموضوع على الفريق الاخضر اكتر. بيبدا اكيرا يواجه صعوبه هو والباقيين، وفجاه بيهجم الغول عليه وبيتصاب كمان، فبيروح شيريزاكي يدافع عنه وبيطلب منه يروح ياخد باقي الفريق ويهربوا بسرعه. بيقول له انه هيشغل الغول بنفسه لحد ما يخلصه، وبالفعل بيهرب اكيرا بسرعه، وبيبدا شيريزاكي يتعامل مع الغول ويصد كل هجماته. بعدها بيقرر يستخدم قوته الحقيقيه علشان يقدر يحمي الكل، بالرغم من ان بالشكل ده هيكشفها للفريق الاحمر، وفي ثواني بيستخدمها وبيدمر الغول بضربه واحده، فبيتصدم الكل من قوته، ولكن الصدمه الاكبر ان الغول بيعالج نفسه وبيقوم للقتال مره تانية. بيكون شيريزاكي والباقيين في خطر لانه حاليا متصاب بسبب هجومه، وعشان كده بيرجع سايتو مع يوري علشان يساعدوه، ولكنه بيرفض وبيامرهم يكملوا هروب. لكن يوري مش بتسمع كلامه وبتروح تهجم على الغول وبتساعده غصب عنه، بس الغول بيكون على وشك اصابتها، فبيتدخل اكيرا هو كمان وبيهجم عليه بالمدفع، وبعدها بيقول لشيريزاكي انه عنده خطه وبيبدا يتواصل مع يوري عن طريق التخاطر. بيعرفها الخطه اللي المفروض هينفذوها، وبيبداوا يهجموا على الغول لحد ما بيستدرجوه المكان بعيد عن انظار الفريق الاحمر. وفجاه اكيرا بيختفي اللحظات وبيظهر مره تانية جنب الغول، وبيحط المدفع بتاعه في بقه وبيهجم عليه وبيدمره، لكن الغول بيرجع مره تانية وبيكون على وشك الهجوم على اكيرا ويوري وهم مش واخدين بالهم، بس فجاه بيروح هجمي ويتخلص من الغول ده بنفسه. بيبدا يضحك وهو مستمتع لانه بيكون معجب بقوه وذكاء اكيرا ويوري، وبيكون مستعد يقاتلهم كمان، ولكن مين بتوقفه وبتقول ان عندها خطه احسن. وبما ان مفيش مفر من القتال بتعرض عليهم يعملوا لعبه قتال شامل ما بين الفريق الاحمر والفريق الاخضر، والفريق اللي هيقدر ياخد الموبايل بتاع ملك الفريق الثاني هو اللي هيكون كسب في القتال ده، وبالشكل ده هتحقق لهم امنيتهم في القتال، وكمان هتخليهم ياخدوا نقاط ولو كسبوا هتساعدهم في اللعبه. فبيوافق هجمي وكرة على الفكره بشكل مبدئي، ولكن بشرط ان ميون تضمن لهم ان كل افراد الفريق الخسران هيموتوا. فبتعجب ميون بالفكره وبتقرر تطبقها، ولكن شيريزاكي بيعترض، فبتقول له انه لو اعترض وقتها هيضطر يقاتل الفريق الاحمر اللي مش مصاب، وفي النهايه يخسروا وبرضه هيموتوا. بتحسم قرار المسابقه وبتقول لهم ان هي هتبدا بعد اسبوع. بيرجع كل فريق للمقر بتاعه وبياخد الفريق الاخضر المصابين وبيبداوا يعالجوهم، اما شيريزاكي فبيرجع مع اكيرا ويوري وبيطلب من اكيرا يعدي عليه في المكتب بالليل علشان يتكلم معاه. بالفعل بيروح اكيرا يزوره بعد ما بيعالجوا اصاباتهم، فبيتكلم شيريزاكي معاه وبيساله عن قدراته الحقيقيه، وبيقول ان هو شاف هجومه على الغول لما اختفى فجاه، وبيساله ازاي عمل كده. فبيعترف اكيرا ان قوته مش المدفع فعلا، ولكن بيقرر ما يعرفوش قوته الحقيقيه، وبيقول انه عنده اسبابه زي ما هو قرر يخفي قدراته عن الناس اللي بيثق فيهم، ولكنه بيوعده انه هيستخدم القدره دي في التخلص من الفريق الاحمر. بعد
بعدها بيخرج عند باقي الفريق وفجأة بيلاقي شين جاي يوصل بنت من فريقهم بعد ما انقذها، فبيتفاجئ اكيرا ويوري لما بيشوفوه وبيرحب شيريزاكي بوجوده، بيقول له ان هيكون في امان عندهم لمدة اسبوع بما انه صاحب اكيرا. وفجأة في نفس الوقت بتعلن ميون في المايك عن موضوع المسابقة اللي هتحصل بعد اسبوع، فبيقعد اكيرا يفكر في اللي حصل وبيكتشف ان كورو هو اللي اقنع ميون بالمسابقة دي، فبيحس انه اخطر واحد منهم وعشان كده بيسيب الفريق ويروح يفكر في خطة للفوز ضده. لكن رينجو فجأة بتظهر وبتوقفه وبنكتشف ان هي كانت من ضمن الاشخاص اللي الفريق الاحمر بيتحكم فيهم، ولكن الفريق الاخضر انقذها. فبتحاول تشكر اكيرا، بتكون عايزه تتكلم على انها معجبه بيه ولكن مش بتلاقي كلام تقوله، وفجأة بتجيب سيره قدراتها الحقيقيه بسبب توترها. لكن بعدها بتكتشف الغلطه اللي عملتها وبتوضح له سوء الفهم، وبتقول ان قدراتها بتسمح لها تعرف قدرات الباقيين، فبياخدها اكيرا وبيدخل اوضته بسرعه وبيسالها ليه بتعرفه ده دلوقتي. فبتقول ان قدراتها الحقيقيه مش بس بتخليها تعرف قدرات الناس التانيه ولكن بتخليها تنسخ قدراتهم ولكن بعشر قيمتها. بس المشكله ان القدره دي ملهاش فايده لو كانت لوحدها، وانها محتاجه شريك معاها زي ما هو محتاج شريك برضه علشان يعرف يستفيد من قدراته. بتطلب منه تكون شريكته، فبيسالها اكيرا اذا كانت تعرف قدرات الفريق الاحمر بما انها كانت معاهم. بعد ما بيخلص كلام معاها بيروح يطلب من يوري انها تقضي اليوم معاه وبيعرفها ان هم هيزوروا الفريق الازرق. وفي الاثناء دي بيهرب واحد من الاشخاص اللي الفريق الاخضر انقذهم وبيرجع للفريق الاحمر مره تانية. بيقول للكورو ان الجاسوس بتاع الفريق الاخضر ساعده يهرب وبعت رساله معاه، بيقول له انه شاف اللحظه اللي اكيرا قتل فيها الغول، وبيعرفه انه هرب من الهجوم بتاع الغول بشكل ما رغم انه كان على وشك الموت، وبيحاول يوضح له ان في سر ورا قدرات اكيرا. فبيروح كورو يتكلم مع هاجامي وبيقول له ان قدرات اكيرا الحقيقيه مش المدفع، وعشان كده بيغير الخطه بتاعتهم شويه. بنرجع تاني عند اكيرا واللي كان مع يوري وفي طريقهم للفريق الازرق. اثناء ده بيطلب منها تتخيل ان قدرته نفس قدرتها، وعلى الرغم من انها بتتخيل بشكل كويس ولكن اكيرا مش بيقدر يستخدمها زي ما هي بتستخدمها لان جسمه ضعيف جدا. بنكتشف وقتها ان اكيرا هرب من الغول لانه طلب من يوري تتخيل انه بينتقل مكانيا، ولكن ما كانش عايز يعمل حاجه فيها مجازفه زي كده المره اللي جايه، وعشان كده كان بيحاول يجرب القدرات اللي يقدر يفعلها بشكل كويس، وبيروح يستخبى ورا شجره وبيطلب منها تتخيل كشخص تاني لما يخرج من وراها. بالفعل بينجحوا وبيتحول اكيرا لشكل رينجو، فبيستغرب ان يوري حولته ليها من بين كل الناس وبيسالها اذا كانت شافتهم وهما بيتكلموا. بعدها بيعرفها ان رينجو عرف قدراته الحقيقيه وطلبت منهم يشتغلوا مع بعض مقابل حفظ السر، لكنها شرطت عليه يقول ليوري على اتفاقهم بس ما يعرفهاش قدراتها. فبتتضايق يوري وحتى اكيرا بيقول لها ان هو لسه مش واثق في رينجو، وعشان كده بيطلب منها تروح تكلمها لما يرجعوا وتعرفوا انطباعها عنها لانها الشخص الوحيد اللي بيثق فيه. بعدها بيروحوا للفريق الازرق وبيقابلوا القائد بتاعهم واللي اسمه اماتو، وبيعرفوا اكيرا انه عايز يضم اشخاص من فريقه علشان يساعدوه في القتال في مقابل انه هيدي لكل شخص 200 نقطه، والشخص اللي هياخد موبايل قائد الفريق الاحمر قبل ما يدخل البرنامج الثالث هياخد 500 نقطه كمان. وزي ما قلنا ان النقاط دي بيبدلوها بالاكل والشرب وكل الحاجات الاساسيه بتاعتهم وبيقدروا يجمعوها من المهمات، ولكن تجميعها بيكون صعب، وعشان كده بيتصدم مساعدين اماتو من عرضه، وبرغم ان هو عرض مغري الا ان اماتو بيرفض لانه مش هيدفع لهم غير لما يكسبوا، وبما انهم محتاجين مساعده في الاساس فده معناه ان ما عندهمش اي ضمانات ان هم يكسبوا اساسا. لكن بعدها بيقول له ان لو اداله يوري وقتها ممكن يقنع افراد فريقه بالانضمام ليه، فبيرفض اكيرا فورا وبيقول انه لو عايز يوري فلازم يضم نفسه للقتال ويعمل كل اللي يطلبه منه، وكمان اكيرا بيعمل كده لانه سمع عن قوه اماتو. فبيحس اماتو ان فريق اكيرا مش ضعيف زي ما كان فاكر، وده معناه ان هم ممكن يفوزوا، وعشان كده بيقرر يبلغ افراد الفريق بعرضه من غير اي مقابل كاعتذار على وقاحته، ولكن بيرفض ينضم للقتال بنفسه. وبمجرد ما اماتو بيمشي بيظهر كوروساكي وبيقول لاكيرا ان هو سمع كل حاجه وانه ناوي ينضم للفريق الاحمر علشان يقاتله، فهو يعتبر عدو لازم يهزمه، ولكن اكيرا مش بيهتم بكلامه وبيسيبه ويمشي. بيرجع اكيرا ويوري للمقر وبيبداوا يستعدوا للقتال مع باقي الفريق، وبيفوت الوقت لحد ما بيجي وقت المعركه وبيروحوا يعرفوا قواعد المسابقه. فبتبلغهم ميون ان كل موبايل هيكون متوصل بقيود الشخص اللي معاه، ولو حد فقد موبايله او بعيد عنه مسافه 3 متر بس وقتها القيود هتتقفل ومش هيقدر يستخدم قوته. وبتبلغهم كمان ان المسابقه هتكون في منطقه من 5 ابراج، والابراج دي فيها محطات ولو حطوا موبايلهم فيها هيقدروا ياخدوا 10 نقاط، والنقاط دي ممكن يبدلوها بخدمه منها زي معرفه مكان حد او ختم قوه العدو، والفريق اللي هياخد موبايل ملك الفريق التاني هو اللي هيفوز طبعا. بتبدا المسابقه بعد كده وبيتكلم شيريزاكي مع فريقه وبيطلب منهم يحاولوا يسيطروا على 3 ابراج على الاقل، وكمان محتاجين يختموا قدره ملك الفريق الاحمر وبالشكل ده هيقدروا يفوزوا عليهم. فبيتحرك الفريق ناحيه الابراج فورا، ولكن شيريزاكي مش بيشارك في القتال بسبب اصابته وبيتابع الاخبار معاهم من بعيد. بيوصل سايتو عند البرج الاول وبيقدر ياخد اول 10 نقاط، وبيبداوا يحرسوا البرج بعدها علشان يمنعوا الفريق الاحمر من الحصول على النقاط برضه. بتروح مجموعه تانيه بقياده بنت اسمها اوساكا للسيطره على البرج الثاني، ولكن فجاه هاجامي بيوصل عندهم وبيهجم عليهم، فبتقرر اوساكا تقاتل لحد ما باقي الفريق يروح يساعدها، ولكن هاجامي بيستخف بقوتها وبيمسك سيفه بكل سهوله علشان يوقفها، ولكن في النهايه بيقع في خدعتها وبتبدا اوساكا تضغط عليه بسيفها لدرجه انه بيقاوم بصعوبه، وبتقول ان قدرتها بتخليها تتحكم في وزن السيف.
وبرغم تقول السيف اللي عين هجم بيدمره بعدها بيضربها، فبتخبط اوساكا في الحيطه اللي وراها وبتقع على الارض ومش بتقدر تتحرك بعدها. لكن هجم مش بيكتفي بكده وبيروح يدوس على ايدها وبيقول لها انه عارف انها بتخدعه لانها لو بتتحكم في وزن السيف فازاي هتقدر تشيله بسهوله بضعفها ده. بعدها بيرمي لها عصايه وبيأمرها تحولها لسيف وتكمل قتال معاه علشان تسليه لحد ما باقي اصحابها يوصلوا. اثناء ده بيعرف شيرازاكي اللي حصل وبيكون عارف ان ده مجرد فخ، ولكن بيكون مصدوم لانه ما كانش متوقع ان كورو ممكن يستخدم شريكه كطعم. في نفس الوقت ده بيتحرك سايتو مع ولد تاني من فريقه علشان يساعدوا اوساكا، ولكن فجاه بيظهر لهم واحد من جنرالات الفريق الاحمر وبيوقفهم ويقرر يقتلهم. بينطلق باقي جنرالات وبيبداوا يتخلصوا من افراد الفريق الاخضر وبيقتلوهم واحد ورا التاني، وبتوصل رين وقتها عند اكيرا وبتبدا تتكلم معاه. بتسأله إذا كانوا يبدأوا، بالفعل أكيرا بيوافق وبيقول لها خلينا نبدأ التبادل المتفق عليه، لكنه بيكون قلقان منها ومش واثق فيها تماما، ولكنها بتطمنه وبتقول إنها بتحاول تستغل الموارد اللي عندها زي ما هو بيستغل الفريق الأخضر علشان يحقق أهدافه. بعدها بتعرض عليه إنها تنضم له بدل يوري، ولكنه مش بيوافق وبيسيبها وبيمشي، ولكن بمجرد ما بيمشي بتغدر بيه وبيتكلم كورو وبتعرفه مكان أكيرا. في الوقت ده كان شين بيحمل برج مع بنت اسمها هيراكا، ولكن فجأة بيحسوا بحد جاي ناحيتهم فبيروح شين يوقفه، وبيكتشف إن هو جنرال من الفريق الأحمر اسمه يوكي وكمان قتل كل أصحابهم. فبيروح شين يمسكه من رقبته بغضب، ولكن فجأة ايده بتظهر فبيبعد بعيد عنه بسرعة. وبنكتشف وقتها ان قدرات يوكي بتخليه يقلل حجم اي حاجة بيلمسها، وفجأة بيلف يوكي حبل حوالين ايد شين من غير ما ياخد باله وبيصغر حجم الحبل فايده بتتقطع. بيقول له انه غبي هو واصحابه لانهم استدرجوهم بسهولة للفريق بتاعهم، واول ما هجموا على صاحبتهم اللي هي اوساكا بسبب غبائهم خسروا كلهم. لكن شين بيقول له ان القتال لسه ما خلصش، فهو ما يعرفش اصحابه ممكن يعملوا ايه. واثناء ده كان هاجم موجود عند البرج مع اوساكا ومستني حد يوصل زي ما كانوا بيخططوا، لكنه بيكتشف ان كورو غير الخطة وحاليا ما بقاش محتاج اوساكا كطعم، فبيتعصب هجمي وبيقرر يتخلص منها، ولكن يوري بتوصل وقتها وبتنقذها في اخر لحظه. بتروح تقاتل هجمي ولكنها مش بتعتمد على قوتها بس، بل بتحاول تستخدم خفه حركتها زي ما اكيرا نصحها. فبيتعصب هجمي وبيمسكها وفجاه بيشدها ناحيته علشان يوقفها، ولكن اكيرا كان متوقع ان ده يحصل بالفعل وطلب من يوري تستغل الخطه دي وتضربه ضربه عكسيه. بالفعل بتنجح يوري في خطتها دي وبتضربه فجاه برجلها في وشه اول لما بيمسكها، وبعدها بتروح تهجم عليه لحد ما بتصيبه، بتوقعه على الارض، ولكن ابن الذين ده بيقوم في نفس اللحظه علشان يكمل القتال. في الوقت ده كان كورو فاكر ان خطته ماشيه كويس، وخصوصا لانه عنده جاسوس ناوي يستغله ضد شيرازاكي، ولكن اللي ما كانش يعرفه ان اكيرا اكتشف الجاسوس ده بالفعل بفضل قدره رينجو. واثناء ده بتقرر رينجو تروح تتكلم مع الجاسوس وتحاول تقنعه يساعدهم، ولكنها بتتصدم لما بتكتشف ان هو اتقتل. في نفس الوقت بيكتشف شيرازاكي ان في اعداء رايحين ناحيه المخيم رغم ان هم مسكوا الجاسوس بالفعل، فبيستوعب هو ورينجو ان في جاسوس تاني بالشكل ده. وفي الاثناء دي بقى كان اكيرا مكمل طريقه رغم ان يوري انفصلت عنه علشان تنقذ اوساكا، ولكن كان عامل حسابه ومحضر خطه بديله لانه كان مصمم يكمل ويكسب اللعبه. بس فجاه هو سرحان في افكاره وبيظهر كوروساكي وبيهجم عليه، فبيبدا اكيرا قتله ويحاول يخلص القتال بسرعه، ولكن فجاه بيظهر واحد من جنرالات الفريق الاحمر واللي اسمه ريندو وبيحاول يهجم على اكيرا وهو مشغول في قتاله مع كوروساكي. لكن المفاجاه اننا بنكتشف ان اكيرا كان مخطط لده في البدايه، ورين ما غدرتش بيه ولا حاجه، فهو اللي طلب منها تتصل بيهم وتعرفهم مكانه، وكمان كلم كوروساكي في نفس الوقت وطلب منه يقابله في نفس المكان علشان يستخدمه كشريك بدل يوري لانه هو عارف قدرته. وعلى الرغم من انهم كانوا فاكرين ان قدره رينجو شبه قدره كوروساكي، يعني بيقدر يحول الخشب لسيوف، الا ان ريندو بيهجم عليه بهجوم خفي فجاه وبيدمر الشجره اللي وراهم. بعدها بيهجم عليهم مره تانية وبيصيبهم، ولكنهم بيقدروا يستخبوا بعدها. فبيطمن كوروساكي وقتها لان طالما قدراتهم متشابهه فده معناه انه يقدر يتخلص منه، وبيقول للاكيرا ان هم ممكن يهزموه في 4 خطوات لو وحدوا قوتهم. بيبداوا ينفذوا خطتهم في البدايه، وبيروح كوروساكي يهجم عليه علشان يشتته، وبعدها بيخلي اكيرا يهجم عليه بالمدفع بتاعه من ورا الشجر وهو مش واخد باله. لكن ريندو بيتوقع كل هجماتهم وبيصد هجوم اكيرا وبيسيبه كمان، ولكن اكيرا كان مخطط لده كمان، وفجاه بينده على كوروساكي وبيقول له ان في خطوه 5 في خطتهم. فبيلاحظ كوروساكي في الوقت ده ان في شظايا خشب من الشجر اللي اتدمر حواليهم، وبيروح يحولهم لسكاكين بسرعه وبيهجم على ريندو وبيتخلص منه. لكنه كان متفاجئ من قوه وذكاء اكيرا لانه قدر يتوقع كل ده لوحده. في الوقت ده بنشوف واحده من جنرالات الفريق الاحمر واسمها رينيكا، وهي بتقاتل جنود الفريق الاخضر وبتتخلص منهم، بس فجاه بتظهر رين عندها، فبتتعصب رينيكا لما بتشوفها وبتقول لها ان هي مش مرتاحه لها من ساعه ما انضمت لفريقهم، وبتقرر تقاتلها على الرغم من انهم في نفس الفريق. لكن رين مش بتعترض وبتكون عايزه تقاتلها برضه، وفجاه بتحول ايدها لسلاح شبه السيف وبتستعد للقتال، فبتروح رينيكا تهجم عليها في البدايه، ولكن رينيكا بتصد هجومها بسهوله. فبتغير رينيكا اسلوب هجومها وبتخرج مجموعه من الدبابات اللعبه وبتبدا تتحكم فيهم وبتهجم بهم على رين، وعلى الرغم من ان رين بتحاول تتفادى هجومها ولكنها بتتصاب في النهايه. فبتضحك رين وبتفتكر ان هي قربت تنتصر بالشكل ده، ولكن فجاه بتلاقي رين بتستخدم دمها وبتحوله سكاكين وبتهجم عليها، ومن الواضح ان هي سابت نفسها تتصاب بارادتها. بعدها بتقيد رينيكا في شجره وبتروح تهجم على صندوق خشب كانت ماسكاه بنت واقفه بعيد عنها، فبتفقد رينيكا الوعي اول لما بتهجم عليه. وبنكتشف وقتها ان رينيكا دي كانت مجرد دميه، والشخص اللي بيتحكم فيها كان ولد مستخبي جوه الصندوق اللي هجمت عليه ده. اما البنت اللي كانت واقفه جنب الصندوق فكان عندها القدره على منح الحياه للالعاب، وكانت مجرد عبد عند الفريق الاحمر وكانوا بيستغلوها قدراتها. لكن رين بتقرر
تتخلص منها بالرغم من ده علشان ما تفضحهاش وتعرف الفريق الاحمر ان هي خاينه في حاله ان هم كسبوا المسابقه. في الاثناء دي بقى كان شين مستمر في القتال مع يوكي، ولسوء الحظ ان يوكي كان ناشر ادواته الخفيه في كل مكان حواليهم وكان بيستخدمها علشان يقلل حجمها فجاه ويقطع رجل شين بعد ما يدمر ايده. بعدها بيلف حبل حوالين رقبته بيقرر يقتله، ولكن هيكارا بتحس بيه وبتروح تنقذه، فبيتعصب يوكي وبيرمي سكينه ناحيتها علشان يقتلها ويتخلص منها تماما. بيتحرك شين علشان ينقذها بسرعه فبيتصاب بالسكينه بدلها، وقتها بيفتكر اخوه الكبير اللي مات لما كان صغير وبيسمع صوته وهو بيشجعه يستخدم قدرته اللي كان رافض يستخدمها، فبيقرر شين يستخدمها فعلا، وفجاه بيلبس درع غريب اول لما بيفعلها وجسمه بيبقى لا يقهر لمده ثانيتين. بيتصدم يوكو وبيحاول يهجم عليه بالحبل مره ثانيه، ولكن المره دي هجومه مش بيأثر فيه وبيستغل شين الثانيتين اللي عنده وبيروح يهجم عليه وبيخليه يفقد الوعي. بعدها بيرجع لطبيعته ولكنه بيقرر يستخدم قوته دايما ويندمهم لانهم ادوا له القوه دي. بنروح عند سايتو مره ثانيه وبنشوفه هو بيقتل الجنرال العجوز اللي اعترض طريقه وهو رايح ينقذ اوسوكا، ولكن للاسف قوه الجنرال كانت اكبر من قوته بكتير وبيتصاب سايتو اصابات خطيره. بيكون حاسس بالذنب ناحيه اوسوكا وبيقرر يعتزل لها ما بينه وما بين نفسه لانه مش هيقدر ينقذها بالشكل ده، وبيقرر يستمر في تعطيل الجنرال لحد ما اكيرا والباقيين يخلصوا المهمه. لكن اكيرا بيظهر عنده وقتها وبيقول له انه اتوقع انه يهاب له هنا لان ده اقصر طريق ممكن يوصل بيه لاوسوكا، فبيتصدم سايتو بيساله هو ليه ما راحش ينقذها على طول، فبيقول له اكيرا انه جاي ينقذه ويطمنه على اوسوكا، وبيقول له ان يوري راحت تقاتل هجمي وعشان كده بيطلب منه يروح ينقذ اوسوكا لان يوري اكيد مشغوله في القتال. بيخليه يسيب مهمه التخلص من الجنرال عليه، وبالفعل بيتحرك سايتو وبيبدا اكيرا يواجه الجنرال، وفي البدايه بيمسك طوبه وبيحدفها على الجنرال وبيدمرها في ثواني اول لما بيلمسها. فبيكتشف اكيرا ان قدرته هي خلق تفاعلات كيميائيه فوريه، وده بيفسر الحروق اللي موجوده على جلد سايتو. بيضحك الجنرال وقتها وبيقول له انه دلوقتي ليه فهم ريندو وكورو بيحاولوا ياخدوا حذرهم منه، بس بعدها بيقول له ان هو كمان عارف قدراته الحقيقيه ومش مجرد استخدام المدفع ولكنه بيستخدم قدرات كتير، وبما انه رمى الحجر دلوقتي فده معناه انه مش هيقدر يستخدم المدفع حاليا، وبيحس بالفضول وبيكون عايز يعرف ازاي اكيرا هيتصرف في الحاله دي. بينطلق للهجوم عليه ولكنه بيتصدم لانه اول لما بيقرب فجاه بيخرج اكيرا السيف من ورا الشجره، فبيفتكر انه نسخ قدره ريندو، فبيبتسم اكيرا بانتصار وبيقول له ايوه بالظبط، وبعدها بيمسك السيف وبيهجم عليه بقدره ريندو فعلا، فبيتصاب الجنرال ومش بيقدر يصد الهجوم، وبيروح اكيرا ياخد موبايله علشان يتخلص منه تماما. بنرجع مره ثانيه عند رينيجو وبنشوفها وهي محتاره وعماله تفكر يا ترى مين هو الجاسوس الثاني، وبيجي في بالها الست العجوزه ولكنها بتستبعدها في البدايه لانها كانت موجوده بالفعل قبل الصراع مع الفريق الاحمر، بس بعدها بتحس ان هي غالبا الجاسوسه فعلا لانها ما شافتش قدراتها خالص بما انها كانت موجوده من الاول. في الوقت ده بتروح الست العجوزه بتحاول تهجم على شيريساكي ولكنه بيصد هجومها وبيسالها ليه خانتهم، فبتقول انها اكتشفت ان اولادها هم قاده الفريق الاحمر. بعدها بتاخد الطفل اللي لسه مولوده بتهدده بالقتل لو ما استسلمش، فبيضطر شيريساكي ان يعلن خسارته وبيرمي موبايله بعيد عنه ب3 امتار، وبسبب ده قدراته بتتلغي فبتهجم الست عليه. بتتصل بكورو بعدها وبتعرفه انها اتخلصت من شيريساكي، فبيتصل كورو بميون وبيكون فاكر انه كسب، ولكنها بتكتشف ان شيريساكي مش الملك بتاع الفريق الاخضر وعشان كده لسه ما كسبوش. في نفس الوقت بتحاول رينجو تاخد الطفل من العجوزه ولكن بتبدا تهددها وبتهجم عليها علشان تعرفها مين الملك بتاع الفريق بتاعهم، لكن رينجو مش بترضى تقول لها، فبتستجمع شجاعتها وبتروح تقتلها، فبتنسخ قدراتها اللي هي المدفع بالمناسبه. بتبدا تستخدمها ضدها على الرغم من انها بتستخدم 10 قيمتها بس، ولكن بتسمع نصيحه اكرا وبتحاول تستخدمها بسرعه اكبر، وبالشكل ده بتزيد قوتها. فبتسيب العجوزه الولد الصغير على الارض وبتبدا تخاطر رينجو بجديه، وعلى الرغم من ان قدراتها كانت متساويه ولكن المشكله ان رينجو كانت جبانه وخايفه تاذيها فمش بتقدر تصيبها. بتستغل العجوزه ضعفها وبتروح تضربها اكتر من مره بايديها علشان تخليها تعترف مين الملك بتاع الفريق الاخضر، وبتكون عايزه تخلص المعركه دي علشان تاخد الطفل وتربيه زي ابنائها، وده لانها ما عرفتش تعيش حياتها كأم مع اولادها قبل كده. فبتستغل رينجو النقطه دي وبتهجم على الجبل اللي وراها وبتقنعها ان المكان اللي سابت الولد الصغير فيه. بالفعل العجوزه بتصدقها وبتروح تدور على الولد وهي منهاره، ولكن بتكتشف ان رينجو بتخدعها. بتروح رينجو تاخد الولد من وراها بعدها وبتهددها علشان تستسلم، فبترمي العجوزه الموبايل بعيد وبتعترف بخسارتها، ولكن بتحاول تهجم على رينجو بعدها وهي مش واخده بالها علشان تاخد الولد منها، ولكن رينجو بتشوفها في الموبايل فبتضرب الجبل اللي وراها بتوقع الحجره عليها وبتوقفها. اثناء ده بيروح اكيرا علشان يتخلص من كورو بعد ما اكتشف انه ملك الفريق الاخضر. بيعرفوا وقتها انه بعت كوروساكي وشين علشان يساعد يوري في قتالها ضد هجمي، وبالشكل ده هيفوز عليهم بسهوله. فبيقول له كورو انه ما كانش متوقع ان هيبقى عندهم الجرأه ان هم يختاروا ملك غير شيريزاكي، ولكن كان عامل حسابه برضه. بعدها بيخرج مجموعه اشخاص من حواليهم وبيقول ان قدرته هتقضي عليه مهما كانت قوته، فبيتجاهل اكيرا كلامه وبيحاول يهجم عليه بالمدفع، ولكن فجاه بيلاقي كره حديديه ضخمه بتصد الهجوم بتاعه، وبنكتشف ان كورو بيتحكم في زوكو البنت اللي بتحول البيلي لكرات ضخمه لو ناسيين، هي وكل الاشخاص اللي حواليهم، وبيخلوهم يستخدموا قدراتهم غصب عنهم كمان. لكن اكيرا كان عارف المعلومه دي من رينجو بالفعل، فهي بلغته ان كورو كان بيمنع هجمي من الهجوم على اي حد ينضم لهم علشان يكون مديون ليه، وبعدها يستخدم قدراته اللي بتجبرهم على سد الدين ويبدا يتحكم فيهم.
وعشان كده كان كورو واثق في نفسه وبيقول لاكيرا ان كل حاجه حصلت لحد دلوقتي كانت ضمن خطته، ولكن اكيرا ما كانش قلقان وبيقول انه واثق ان هم خايفين منه، وده لانهم لسه مش عارفين قوته لحد دلوقتي. وبيقول له كمان ان غروره ده هيكون السبب في خسارته، وبيساله اذا كان ما فكرش هم عندهم جواسيس بينهم ولا لا. فبيقول له كورو حتى لو ده حقيقي فده مش هيفرق معاه في حاجه، فهو عارف ان هو بيحاول يوفر وقت ليوري علشان تقضي على الهجم مش اكتر. فجاه بتظهر قيود حوالين اكيرا اول لما بيقول له كده، وبنكتشف ان كورو وقف هجوم على اكيرا من شويه علشان يساعده يوفر وقت زي ما كان عايز، وبالشكل ده يكون مديون له حتى لو بدين صغير، وعشان كده يقدر يتحكم فيه. فبيحط كورو كيوت على رجله اليمين علشان يمنعه من استخدامها مؤقتا، وبالشكل ده هيمنعه من الحركه. وبعدها بيبدا يتكلم معاه عن قدراته الحقيقيه، وبيقول ان هو مش مهتم يعرف ايه قدراته اصلا، لكنه اكتشف ان عنده قدرتين وهما الانتقال والمدفع، وبالشكل ده هيقدر يخليه يستخدمهم غصب عنه، وده حسب الخطه بتاعته يعني. بعد كده بيخلي الناس اللي بيتحكم فيهم يروحوا يقيدوه بيطعنوا بالسكينه في بطنه، وبيقول له مره ثانيه ان كل اللي بيحصل ده هو اللي عامله من خطته، فهو اللي اجبره يستخدم الانتقال ويروح عنده زي ما كان مخطط، وده معناه ان ملك اللعبه وبيتحكم فيها من البدايه. لكن اكيرا بيبتسم بسخريه وبيقول له ان هو اللي تلاعب بيه علشان يقنعه بده، ولكنه جاي بارادته علشان يواجه عدوه. فبيتصدم كورو بيفتكر شيريزاكي وقتها وبيحاول يهجم عليه، ولكن اكيرا بيصد الهجوم وبيقنعه انه بيقدر يستخدم قدره شيريزاكي كمان، وبيهجم عليه بنفس القوه بعدها. فبيطير كورو من قوه الهجوم وبيخبط في الشجره اللي وراه، فبيروح اكيرا وراه بيرفع التيشيرت بتاعه بيوري له انه كان بيمثل، فهو عمل حسابه على كل حاجه وكان حاطط لحمه على بطنه علشان يحمي نفسه. بنكتشف ان اكيرا كان مخطط لكل حاجه من البدايه خالص، حتى انه غير شكله الجاسوس بتاعهم بمساعده يوري، وراح بلغهم بنفسه ان قدراته مش مجرد المدفع علشان ينفذ خطته، وكمان استغل انه متنكر وموجود في الفريق الاحمر وبدا يعرف قواتهم والخدع اللي ممكن يستخدموها، وقدر يخليهم يمشوا ورا الخطه بتاعته في النهايه. لكن كورو بيقول له ان حتى لو ده حقيقي فده معناه انه فاز عليه في المعركه دي، ولكن لسه ما كسبوش المسابقه النهائيه، وبيقول له ان يوري مش هتقدر تتخلص من هجمي حتى لو دفعت قوتها 5 اضعاف. اثناء ده كانت يوري بتحصل هجم مع شين وكوروساكي وكانوا على وشك هزيمته، ولكن فجاه بيبدا هجمي يتحول ويستخدم قوه جديده جدا اول مره يستخدمها. بيروح يهجم على كوروساكي فبيكسر ايده اليمين اللي بيستخدم السيف بيها، وبعدها بيضربه من قوه الضربه، بيخبط كوروساكي في الحيطه اللي وراه وبيفقد الوعي. بعدها بيروح هجم يهجم على يوري وبيصيبها لدرجه ان هي بتطير بعيد من قوه هجومه برضه. فبيستخدم شين قدراته وقتها وبيفعل الدرع حوالين جسمه وبيهجم على هجمي، ولكن هجمه بيصد هجومه لحد ما الثانيتين بيخلصوا، فبتتلغي قدره شين للاسف وبيهجم عليه بقوه كبيره وبيصيبه. بتقوم يوري علشان تكمل قتال، ولكن ايدها بتكون مكسوره بسبب هجوم هجمي للاسف، ولكن بتكون مصممه ان هي هتوقفه بنفسها. بتروح تهجم عليه بايدها المكسوره، وفي نفس الوقت بينطلق هجمي للهجوم عليها، فبيتفاجئ من قوه هجومها بالرغم من ان ايدها مكسوره، لكنه مش بيتاثر بيه بالرغم من قوته، وبيروح يهجم عليها اكتر من مره، ولكنها بتصد هجومه بدراعاتها وبتكون واقفه وصامده بالرغم من كل الاصابات اللي فيها. بعدها بتنطلق للهجوم عليه بكل قوتها، ولكن الغريب ان قدرتها بتتلغي في اخر لحظه، فبيستغل هجم الفرصه وبيهجم عليها وبيصيبها. بنكتشف وقتها ان اكيرا مشى وساب كورو علشان يروح يساعد يوري، واستغل كورو الوقت ده واستخدم النقط اللي عنده هو وفريقه علشان يطلبوا خدمه من ميون، وطلب منها ان هي تخدم قدرات الفريق الاخضر بالكامل. فبيتصل اكيرا بهجمي اول لما ده بيحصل، وبيطلب منه ما يقتلش يوري والباقيين ويستناه لحد ما يوصل عنده ويخلصوا المعركه اللي ما بينهم سوا. بيهددوا بانه هيقتل كورو، هيروح يستخبى بعدها ومش هيقدر يوصل له لو ما سمعش كلامه، وكده مش هيقدر يفوز عليه ولا ينتقم لكورو صاحبه. وعلى الرغم من ان هجمي مش مهتم بتهديده وبيقول له انه عارف ان كورو هيموت في الحالتين طالما قرر يختم قوه فريقه، ولكنه بيوافق على عرضه وبيقرر ينتقم منه بما انه قتل كورو بالفعل. فبيطلب اكيرا انه يسمع صوت يوري علشان يطمن عليها، وبالفعل بيروح هجمي يديها الموبايل فبيطمنها اكيرا وبيقول لها انه جاي يساعدها. بيقول لها انه هياخد مكانها في القتال، وبعدها بيتحرك اكيرا عنده زي ما اتفقوا، واول لما بيوصل عنده بيبدا هجمي يتحول مره ثانيه وبينطلق بكل قوته ناحيه اكيرا، لكن اكيرا بينده على يوري وقتها علشان يبداوا في تنفيذ خطتهم، وبنكتشف ان هو كان بيتدرب معاها علشان يزود قوه لكمته 10 اضعاف بحيث انه يستخدمها المره واحده علشان يعمل هجوم مضاد في لحظه حرجه زي دلوقتي. وبالفعل بينجح في زياده قوته وبيضرب هجمي بالضربه القاضيه وبينتصر عليه في النهايه، وبالشكل ده بتخلص المسابقه بفوز الفريق الاخضر. بتروح ميون عند اكيرا وبتقول ان هي تستناه في البرج علشان يستلم منها مكافاه فريقه، وكمان يتناقشوا في اللي هيحصل بعد كده. فبيروح اكيرا يغسل وشه وبيقعد يفكر في كلام ميون، وبيقرر المره دي ان هو مش هيسيبهم غير لما يعرف مين هم وايه حكايه اللعبه دي. بس فجاه امته بيظهر وهو سرحان في التفكير وبيبارك له على الفوز، ولكن بعدها بيقول انه شاف كل حاجه حصلت وشايف قدراته رائعه. فبيتصدم اكيرا وبيحس بالقلق وبيحاول يعرف هو شاف ايه بالظبط وهل اكتشف قدراته فعلا، فبيلاحظ امته توتره وبيهديه وبيقول له ان هو مستعد يوري له قدراته هو كمان لو مهتم بيها. فجاه بيحاول ايده المدفع وبيهجم عليه وبيصيبه، وبعدها بيقول له ان هم مش هيقدروا يتجاهلوا بعض بعد كده، فبيبص له اكيرا بغضب وبيساله هو عايز ايه منه، فبيطلب منه انه يبلغ ميون انه هيبدا يتحرك، وبيقول لها ان هو مش مهتم بالبرنامج ولا باي حاجه تانية في المكان الغريب ده، وكل اللي هو عايزه ان هو يقتل ميون بايده. بيهدده بانه هيقضي عليه هو كمان لو ما ساعدوش يوصلوا ليه
عليها وبعدها بيسيبه وبيمشي وبيقولوا انه هيقابله في البرنامج الرابع، فبيفقد اخر الوعي بسبب اصابته. بيصحى بعد شويه ولكن المفاجاه انه بيكون على سريره في اوضته في العالم الحقيقي وبيحضر نفسه علشان يروح المدرسه وكأن مفيش اي حاجه حصلت. لكن فجاه بيغير رايه وبيروح يقابل يوري، وبنكتشف وقتها ان اللعبه لسه شغاله بشكل ما، ولكن مش بنعرف ازاي رجعوا للعالم الحقيقي وهل ده جزء من البرنامج الرابع ولا لا، ولو في حاجه تانية حصلت بعد ما كده اغمى عليك. كل ده واكتر هنعرفه في الموسم اللي جاي. ولحد ده ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وسبسكرايب في القناه، وما تنساش تصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، واشوفكم الفيديو الجاي. سبحان الله وبحمده، سبحان ربي العظيم. يا رب تخشوا الجنه وسلام.